السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولد الفنان الكبير علي عبد الله السما في صنعاء القديمة عام 1935. تربى وترعرع في صنعاء القديمة حتى كبر، ثم بدأ يشتغل سائق ناقلات بضائع، ثم ذهب إلى السعودية للعمل، وعاد إلى اليمن والتحق بالقوات المسلحة. حاصل على ماجستير في العلوم العسكرية من الاتحاد السوفيتي، ودرس في نفس الوقت هناك في المعهد الموسيقي في روسيا. ثم عاد أكمل دراسته الموسيقية في المعهد العالي للموسيقى بعدن. علي عبد الله السما فنان وشاعر وملحن. يختار أغانيه بدقة لأنه شاعر في نفس الوقت، فلا يغني إلا الأغاني القيمة، وفي نفس الوقت له أغاني وطنية سياسية. الفنان علي عبد الله السما أيضا اشتغل في إذاعة صنعاء، ثم اشتغل في إذاعة تعز. تأثر بالفنانين على مستوى اليمن العنتري وعلى العربي بفريد الأطرش. غنى كثير من الأغاني، ولذلك الناس جميعا تحبه وتقدره لفنه الجيد الرائع الراقي. تم اغتياله على يد أحد الأشخاص الذين كان يدعمهم ومقرب منه، لكن تم قتله طعنا رحمة الله تغشاه عام 1984.